أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم في هذه الجلسة الاستثنائية التي يخصصها البرلمان العربي اليوم تحت شعار إعمار غزة واجب وتهجير أهلها جريمة، وذلك دعما لصمود شعبنا الفلسطيني الأبي على أرضه التاريخية، ورفضا لكل أشكال التهجير ولكل مخططات تصفية قضيتنا الأولى والمركزية، ألا وهي القضية الفلسطينية. ويطيب لي في بداية كلمتي أن أرحب باسمكم جميعا بسعادة السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدي جامعة الدول العربية، الذي يشرفنا بالحضور في هذه الجلسة. كما أرحب باسمكم جميعا بمعالي الأخ العزيز النائب محمد أبو العينين، والذي يشرفنا بالحضور والمشاركة اليوم بصفته رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط الفخري، وذلك انطلاقا من علاقات التعاون القائمة بين البرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والدعم المتبادل للقضايا محل الاهتمام المشترك. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، قبل 4 أيام نظم البرلمان العربي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلمان العربي المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية هنا في بيت العرب بمقر جامعة الدول العربية، تحت عنوان دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية. وعقد هذا المؤتمر لأول مرة بالتعاون والتنسيق بين البرلمان العربي والاتحاد البرلمان العربي، تعزيزا لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن القضايا العربية وتحقيق مصالح شعبنا العربي العزيز. وقد شهد هذا الحدث أكبر نسبة مشاركة عربية في تاريخ انعقاد المؤتمر، في مشهد يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويؤكد لنا مجددا أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل هي القضية الرئيسية التي توحد العرب جميعا وتجعلهم على قلب رجل واحد. وقد اعتمدنا في هذا المؤتمر وثيقة برلمانية عربية مهمة، وملحق بها خطة تحرك برلمانية عربية موحدة لتعزيز الجهود البرلمانية العربية في رفض أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعم حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وقد أرسلنا هذه الوثيقة وخطة التحرك إلى جامعة الدول العربية من أجل رفعها إلى القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية في 4 مارس المقبل، لتكون ظهيراً برلمانياً داعماً ومسانداً لمواقف وجهود قادة دولنا العربية في دعمهم للقضية الفلسطينية وإجهاض كل محاولات ومخططات تصفيتها. أصحاب المعالي والسعادة، استكمالاً لمسؤوليتنا القومية وواجبنا الأخلاقي تجاه قضيتنا الأولى والمركزية القضية الفلسطينية، جاء تخصيص جلستنا اليوم من أجل تأكيد الرفض العربي التام لأي محاولات لتهجير شعبنا الفلسطيني أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة وكذلك دعم كافة الجهود العربية التي تهدف إلى إعادة أعمار قطاع غزة، وبما يضمن عدم تهجير سكان أصحاب الأرض. وقبل يومين اجتمعت لجنة فلسطين برئاستنا لصياغة وإعداد مشروع قرار سوف يصدر عن جلستنا اليوم، متضمنا
خطة عمل برلمانية بشأن الإجراءات والخطوات التي سيقوم بها البرلمان العربي لنصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وهو ما يمثل دعما إضافيا لمخرجات المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، لقد شهدت الضفة الغربية خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ 21 يناير الماضي تطورات بالغة الخطورة تمثلت في تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي يقوم به كيان الاحتلال في شمال الضفة الغربية، واقتحامه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والقصف العشوائي والهمجي الذي أدى إلى نزوح قسري لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية وقطع الكهرباء والمياه بالكامل عن بعض المناطق. ولا يخفى على أحد أن هذه العمليات الإرهابية إنما تنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج في إطار مخطط خبيث وواضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس وضم أراضيها للاحتلال. ولا شك في أن تمادي كيان الاحتلال الغاشم في عدوانه الإجرامي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ما كان ليحدث لولا حالة الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه ما قام به من مجازر وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما يؤكد استخفاف هذا الكيان الغاصب بقواعد القانون الدولي، ويعكس تحديه السافر لإرادة المجتمع الدولي وكافة قراراته الشرعية الدولية. إننا بصدد مجازر وجرائم حرب جديدة ما لم يستفيق المجتمع الدولي من غفلته، ويتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها كيان الاحتلال، ويقوم بدوره المنوط به بشأن تطبيق قرارات الشرعية الدولية الملزمة بإنهاء هذا الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. أصحاب المعالي والسعادة، إن جلستنا اليوم لنصرة شعبنا الفلسطيني الأبي تؤكد للعالم أجمع أن الشعب العربي لن يقبل المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، كما تمثل في الوقت ذاته رسالة دعم وتأييد لكل المواقف والجهود التي يبذلها قادة دولنا العربية على كافة المستويات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف من أجل إجهاض كل المحاولات والمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق نرحب بالاجتماع التشاوري الأخوي الذي استضافته الرياض مؤخرا بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية حفظهم الله جميعا، وذلك تعزيزا للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية. كما نؤكد دعمنا التام للقمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية الأسبوع القادم، ونقول لقادة العرب: نحن البرلمانيون العرب نقف خلفكم ويساندكم موقف برلماني عربي موحد وداعم لكل ما تتخذونه من قرارات ولكل ما تتفقون عليه من إجراءات لنصرة شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة وإجهاض كل مخططات تصفية قضيتنا الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية. وختاما أتقدم لكم أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي بالشكر والتقدير على جهودكم المخلصة والصادقة وحرصكم الشديد على نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية. ولا يفوتني
قبل إنهاء كلمتي أن أهنئكم جميعا بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة لشعبنا العربي العزيز. وأتقدم بالشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة صاحب المعالي الأخ العزيز السيد أحمد أبو الغيط لما تقدمه دائما من تسهيلات لاستضافة جلسات البرلمان العربي. كما أتقدم بالشكر كذلك لجميع وسائل الإعلام كافة لتغطيتها أعمال الجلسة. أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير أمتنا العربية ونصرة شعبنا الفلسطيني الأبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.